بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. مش عايزين ننسى اخواتنا، ان شاء الله الفتره الجايه دي هيكون فيها محتاجين مجهود ان اعاده الاعمار باذن الله ربنا يعمرها عليهم باذن الله، فما تنسوهمش. اعتقد في مصاريف كتير ممكن تتبرع بيها عشان ان شاء الله اعاده الاعمار باذن الله ربنا يقدركم عليهم ويحفظ اهلنا في السودان يا رب العالمين، ويحفظ مصر واهلها يا رب العالمين. في موضوع كنت مش عايز اتكلم فيه من فتره كبيره، ولكن امبارح في صديق استفز مشاعري، هو ما استفزنيش، هو استفز مشاعري فيه، فانا خايف يكون اللي انا هقوله شويه عنيف، فاستحملوني معلش كالعاده. في موضه دلوقتي جديده في العقارات اللي هي المستشار العقاري. الكلمه دي انا ما بحبهاش، الكلمه دي انا بالنسبه لي هنا في مصر مش حقيقيه، انا ما اعرفش بره في ايه، بس هي في مصر مش حقيقيه. كلنا عايزين نبيع لحضرتك، كلنا عايزين نبيع لك، بس الشغلانه دي اللي انا اتعلمته منها ان انا اكسب العميل مش اكسب من العميل. يعني ايه؟ يعني انا دايره علاقاتي هي اهم حاجه في شغلي. حلو؟ هي اهم حاجه في شغل دايره علاقاتي. مش عارف هنا ابيض قوي. فاللي انا اقدر اقوله لحضرتك في العقارات ده، في الشغل بتاع العقارات ده، ان انت تكسب من العميل فانت خسرته. طيب خلينا نخش بقى شويه اكتر بقى. دلوقتي بلاقي ناس بيكلموني من فتره طويله، احمد احنا عايزين ناخد منك استشاره مدفوعه. فانا قلت يعني ايه استشاره مدفوعه؟ فتره طويله في اولها خالص قالوا لي يعني نكلمك في التليفون او نقابلك او نعمل زوم ميتنج على البرنامج بتاع زوم يعني، ونديك تمن اللقاء ده او المكالمه دي. فانا استغربت جدا، قلت له لا طبعا مش هعمل كده. قال لي ليه؟ قلت له لا انا مش دوري ان اعمل كده، انا دوري ان انا ابيع لحضرتك، اوجهك على الحاجه اللي انا شايفها من وجهه نظري كويسه لحضرتك. كويس؟ فقال لي لا في ناس كتير بتعمل كده. قلت له لا انا ارفض اعمل كده، لان انا شويه العرق الصعيدي بتاعي انا بترجم الموضوع بالبلدي. يعني انا اي حاجه ليها سعر تقدر تشتريها. يعني مثلا وانا في طلعت مصطفى كنت برفض رفض تام ان العميل يحطني تحت اي بند، في بند الفلوس ولا هات لك حاجه ولا كام. انا كنت بقول له يا باشا روح اشتري لك قميص بدل اللي انت لابسه ده، تديني فلوس تعمل بيها ايه؟ في هدايا، في حاجه ممكن نقبلها من بعض طبعا، ومش من كل الناس، مع بعض طبعا ليها شروط يعني وضوابط. فلا يا احمد احنا هنعمل كده. قلت لهم لا والله انا مش هقدر اعمل كده، لان انا هدفي ان انا ابيع لحضرتك اللي يناسب لمصلحتك. وممكن جدا وناس كتير تشهد عليا في الحكايه دي ان انا قلت له لا يا باشا ما تشتريش، مش بتاعتك اصلا، مش لعبتك، وبالله عليك بلاش، وخلاص خلص الموضوع على كده. فبلاقي دلوقتي ان الناس تقول لي لا احمد ده شغل، هو عايز يضمن ان انا ارد عليه. لا ده شغل. طب يا باشا انا هرد عليك والله، مش فلوس اللي خليني ارد على حضرتك ابدا يعني. ما انا عايز بس اوضح لك حاجه مهمه جدا، ان انا كما من اول الموضوع ده ما ظهر خالص ان انا بعت كذا بيعه بسبب ناس بالشكل ده منعوا معلومه عن العميل الا لما يدفع الفلوس. منعوا عنه المعلومه، قالوا لا والله انا بعمل الفيديوهات دي عشان خاطر اكسب منها، فحضرتك هتيجي تاخد مني المعلومه مجانا؟ لا ما عطلكش. فالراجل كان مستاء جدا جدا جدا. فبعد كده قال لي احمد انا مش هقدر اتعامل معاه وبعد اذنك كمل انت الموضوع. قلت له بعيدا عن الراجل انا ماليش دعوه، انا كده كده هكمل معاك. يعني انت عايز تكمل مش عايز تكمل، انا طبعي اصلا ما بكلمش حد من العملاء اقول له ها عملت ايه اخترت ايه. لا انا مالي، انا ما انا يعني سني كبر شويه على القصه دي. حضرتك عايز تشتري هتيجي، مش عايز خلاص مش هفكرك بنفسي يعني. فالمهم الراجل راح قايل لي لا انا هكمل معاك يا احمد عشان خاطر الواد الشاب ده عمل معايا كذا 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 كذا. فاذا حضرتك خسرت الراجل عشان خاطر، او خسرت بقى خلينا نتكلم بالبلدي، خسرت المكسب الكبير عشان خاطر 2000 جنيه. المهم الراجل قال لي اصلا، قلت له طب معلش حضرتك بس برضه فهمني ارجعك لحته تاني، حضرتك بياخدوا الفلوس دي ازاي وعلى هيئه ايه وكده؟ قال لي ما اعرفش بياخدوا في الساعه كام، في الساعه الواحده لو في المكالمه مش عارف 2000 جنيه ولا 1000 جنيه ساعتها حاجه كده يعني. قلت له معلش والله من غير ما تزعل مني، هو انا لو بكلمك ان وقتي بفلوس وعايز 2000 جنيه عشان انا شغال في وكاله ناسا وعايز 2000 جنيه في الساعه وفي الدقيقه باخد كذا،
فانا هقعد اتكلم مع حضرتك ساعه اصلا؟ ساعه هتكلم مع حضرتك ساعه؟ اكيد لا. في الاخر انا هقسم الموضوع ده بسرعه عشان ما اطولش اكتر من كده على حاجتين. رسالتي الاولى العميل حضرتك لو بتكلم شخص فاكر ان هو هيديك معلومه خالصه لله مخلصه عشان هو راجل مستشار عقاري وبياخد فلوس، فحضرتك موهوم. حضرتك الموضوع بيبقى ليه شق من 3. الشق الاكبر ان هو بيوجهك على حته معينه وهو عنده شركه وهيخلي حد يكلمك على الموضوع بعد ايديه وتليفونك بعد ما يكلمك ويسوحك على اللي انت بتعمله، يا اما هو متفق مع شركه يوجه عليها وحضرتك مجرد تقفل هيخلي حد يكلمك او بروكر يكلمك يقعد يتابع عليه اذا ما كانش هو عنده شركه، يا اما هو بيديك نصيحه فعلا مش هيخلي حد يكلمك بس هو اساسا مش في السوق. انا بقى شايفه مش في السوق، مش بيبيع ويشتري، فهو يديك بقى المعلومه اللي على مزاجه. هو خد يا باشا ال 2000 جنيه وحضرتك بقى ايه اعمل اللي انت عايزه. فالحكايه دي بالنسبه لي انا كعميل مرفوضه بصراحه. يعني حضرتك بقى كزميل انت بتخسر علاقتك بالراجل ده وبيخليه علاقه ماديه بحته، واللي بينه وبينك قرشين هتاخدهم وما تفتحش بقك، وقت لما اكلمك ترد عليا. حلو كده. الحاجه الثانيه ان انت خسرت الكبير عشان خاطر الصغير. الحاجه الثالثه ان مش كل حاجه في الدنيا الفلوس يا جماعه. مش كل حاجه في الدنيا بالفلوس. المعايش صعبه احنا اللي صعبناها. الدنيا ما فيهاش بركه من اللي بيحصل. دلوقتي الواحد تقول له السلام عليكم يقول لك بس رضيع عشان يا عم مش كده. مش الدنيا مش فلوس وهات وخد وانا شغال في حاجه وقتي معلش بقى شغال في الذره. ايه يا عم الحاج؟ ايه يا جماعه؟ مش كده يا جماعه، مش كده. انا بلاقي ناس بتعمل حاجات ويتكلم في كلام انا اسف فارغ ويقول لك الاستشاره المدفوعه ما اعرفش بكام. انا بشوف ناس شاب كده شفته بيتكلم في دبي بيعمل للراجل استادي وفي الاخر بيبيع له، بيقول هعمل لك PDF فيه كذا ومقارنات وكذا وبنعمل كذا وبنسوي كذا وكذا وكذا وكذا، وشفته في الاخر بيقول انا هبيع لك بس اللي انا عملته لك ده ثمنه كذا. انما حضرتك هتاخد خبرتي ب 2000 3000 جنيه في الساعه. حضرتك كعميل بيتعمل عليك شغل 100% من غير كلام الا لو ما تعملش عليك شغل فهو خد مصلحته منك وقال لك مع السلامه وهو ما قالكش برضه اللي المفروض انت تعمله او ما كملش معاك، او لو حصل لك مشكله هقول لك ماليش دعوه بيك. فالحاجه الثانيه انت كزميل انت بترخص الموضوع وترخص الناس كلها معاك عشان خاطر بتبص على حاجه تحت رجلك، بتنسى علاقتك بالناس، دايره علاقاتك، احترامك للناس، تقديرهم ليك، الجايزه الكبيره لو ربنا كرمك وبعت بيعه بدل اللي انت بتعمله ده وقعدت يعني بشكل مش هو الحقيقه. فارجوكم يا جماعه نخلي الموضوع بشكل اظرف من كده. احنا كلنا عايزين نبيع، مش حاجه اسمها مستشار. انا مستشار لحد ما اقنعك باللي انا عايزه او نقرب لبعض، انما انا هدي لك بتاع واشرح لك وحضرتك بقى هات ورقه وقلم وذاكر وروح انت بقى اعمل الواجب بتاعك. ما اعتقدش ان هو ده الموضوع، وال2000 جنيه مش هم اللي هيغنوا حضرتك، بل بالعكس دول هيرخصوا حضرتك. اتمنى ما حدش يزعل مني، وهو الموضوع رخم جدا 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 على قلبي، فانا ما قدرتش اسكت اكتر من كده. فيا ريت نرجع نفكر الموضوع بشكل الطف، نفكر في انسانيات، نفكر في علاقات، نفكر في دايره علاقات، نفكر في احترامنا قدام نفسنا، نفكر في احترام الناس لينا، ان مش كل حاجه في الدنيا بفلوس، اي حاجه ليها سعر تقدر تشتريها. اشوفكم على خير ان شاء الله، ما كنتش تقلت عليكم، محدش يزعل.